رضا حجازي يتخذ قرارا عاجلا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني. تعرف عليها الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد أعزائي متابعين قناتنا الكرام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. وقبل البدء بفكركم وبفكر نفسي بالصلاة على سيدنا محمد، ودي حسنة مجانية ما تحرموش نفسكم منها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإليكم أهم الأنباء. بدأت مديريات التربية والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإعلان عن جدول امتحانات الترم الثاني من عام 2024 لجميع المراحل. وفقا لما تم الإعلان عنه بشأن جدول امتحانات الترم الثاني، فمن المتوقع أن تبدأ اختبارات الفصل الثاني لطلبة النقل والشهادة الإعدادية يوم 8 مايو. تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم الفني، رعت مديريات التربية والتعليم عند وضع جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 عدم تنظيم الامتحانات خلال عطلة أعياد الأخوة المسيحيين أيام 4 و5 و6 و7 مايو. وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية. وقرر وزير التربية والتعليم الفني توجيها تعليمات صارمة لجميع مواضيع امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بشأن ضرورة مراعاة قواعد الصياغة الفنية لأسئلة الامتحانات الإعدادية، امتحانات الشهادة الإعدادية، وامتحانات الصفوف والنقل. وقرر وزير التربية والتعليم الفني أن تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للشهادة واضحة ومحددة وغير قابلة للتفسير، مع مراعاة تحديد درجات صعوبة الأسئلة وتجنب التعقيد. وهناك 3 صفوف لم يؤدي طلابها الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثاني بقرار رسمي من وزارة التربية والتعليم الفني بسبب إعفائهم من أي امتحان رسمي بقوة القانون. وبناء على ذلك لن يتم إجراء الامتحان الفصلية لطلاب السنوات من الأول إلى الثالث من المرحلة الابتدائية. وتقدر الإشارة لأن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني تم إعداده وإعلانه من قبل مديريات التربية والتعليم المنتشرة في محافظات الجمهورية. وقررت وزارة التربية والتعليم الفني رسميا أن تبدأ امتحانات الترم الثاني لطلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم 8 مايو 2024 وتنتهي في 23 مايو 2024. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.